السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى جايين في أكلة تحفة مختلفة تماما، حاجة بقى كده من بره من المحلات. في ظل الأسعار الغالية نار دي قررت إن أنا أعزمهم في البيت النهاردة وأعمل لهم فراخ مشوية بطريقة المحلات بالظبط. يلا نسمي الله ونشوف أول حاجة هنعمل إيه. أول حاجة هنجيب طبق هنحط فيه مية وملح وليمون وخل. الليمون ده أنا كنت شايلاه في الفريزر، فوأنا بعصره حاولت إن أنا أقطعه كده عشان أستفيد بكل حاجة فيه. تمام. ومعايا هنا كيلو من البانيه وكمان كيلو من الوراك. لو انت حابة تجيبي فراخ على بعضيها تمام، بس هو ده المتوفر عندي دلوقتي. هغسل بقى الصدور دي كويس جدا. بصوا وانا بغسلها حسيت ان هي مش محتاجة تتقطع لان هي رقيقة. لو انت حساها ان هي تخينة تبتدي ان انت تقطعيها بالشكل ده. بشيل بقى اي دهون اي حاجة مش عجباني، بحاول ان انا اشيلها كويس جدا بالشكل ده. لو انت بقى جايبة فراخ سليمة هتبتدي ان انت تقطعيها حسب بقى التقطيع اللي انت تحبيها وتشرحيها كده من الجوانب. دي معايا وراك، بصوا بقى انا هقطعها ازاي. هبتدي ان انا انغز فيها كده عشان تشرب من التتبيلة. والورك هقطعه 2. ليه هقطعه 2 بس مش هقطعه 3؟ لان انا مش عايزة اخبط في اي عظم. لما بتخبطي في العظم او بتكسريها فبتبتدي ان هي تنزل دم معاكي وهتعمل لون مش كويس، فاحنا هنقطع الورك 2 بس. وفي الطبيعي انا بشيل جلد الفراخ ارميه قبل ما ابتدي ان انا اسويها، بس في المشوي مش هينفع لان لو شلنا الجلد ده الفراخ بتاعتنا هتنشف وهتبقى عبارة عن خشبة فاحنا هنبتدي ان احنا نسيبها بجلدها. هما لسه متجمدين عشان كده انا فاتحه لهم الميه، وابتدي ان انا اشرحها كده اي تشريحه عشوائي، المهم ان هي عشان تشرب من التتبيله. كل اللي انا بقطعه ده بحطه في الميه اللي احنا وريتها لكم اول الفيديو اللي فيها خل وملح وليمون. هسيبهم بقى نقعهم كده شويه حوالي ربع ساعه ونجهز التتبيله بتاعتنا. الفراخ طبعا شطفتها كويس جدا وحطيتها في مصفى زي ما انتم شايفين. ومعايا التوابل عباره عن ملح فلفل اسود بابريكا جنزبيل ورق لوري سنة من القرفة، معايا روزماري ومعايا كمان اللهم صل على النبي كوبيبة صيني وحبهان مطحون. اي توابل بتحبيها حطيها. دي التوابل المعتمدة بتاعت الشوي. او هنا معانا بصل وطماطم مفرومين على بعض. ننزل بقى بالتوابل كلها ونص ليمونة. الليمونة دي بتساعد على السوا، وممكن تقدري ان انت ترمي القشر بتاعها بس انا مش هحط القشر. على فكرة يا جماعة والله العظيم دي تتبيلة المحلات، هما بيتبلوا بنفس الطريقة دي. هننزل بعد كده بالفراخ هي متصفية كويس جدا. احنا هنا نسينا نحط حبة زيت بس انا هجيبهم دلوقتي. ليه بقى بنحط الزيت؟ عشان الزيت بيخلي الفراخ بتاعتك تلمع وتبقى تحفة زي اللي بنشتريها من بره. بصوا حاطين ورق لورو كمان. يعني هي التوابل الأساسية معاكي الفلفل الأسود واللهم صل على النبي والزعتر والروزماري، جنزبيل فريش بابريكا أي توابل انت بتحبيها حطيها. وسنة من القرفة مهمة جدا. هقلبها كده كويس لازم بإيدي بقى عشان أنا أدخل التتبيلة جواها. وهنا بقى حبة الزيت اللي احنا نسيناهم، حبة زيت صغيرين خالص بس للمعة. وخلاص كده بقى هبتدي ان انا اشيلها في التلاجة لحد ما احب اشوي. يعني انا كده تاني يوم ان شاء الله هنشويها، فكده تاني يوم هتقلبيها بقى كويس قبل ما انتي تبتدي تشوي. هنعمل بقى الطحينة. اي كمية طحينة انت حباها هتحطي عليها كمون ملح شطة توم بس كده. هنقلبها كويس ومعانا مية سخنة. ننزل بالمية السخنة تدريجي ونقلب لحد ما احس ان قوامها كويس معايا. هبتدي ان انا اعصر ليمون واحط خل. لو انت حابة تستغني عن الخل هتحطي ليمون بس. المهم ان هي تربط معاكي وتتقل. الطريقة دي سهلة وبسيطة وناجحة جدا. انا حسيت ان هي عايزة حبة مية. معايا بقى النص الليمونة التاني بتاع الليمونة اللي احنا عصرناها على تتبيلة الفراخ. هعصرها كلها. هي لو ربطت معايا مش هحط خل، عشان كده انا بحب استخدم الليمون الاول. بسم الله. بصوا تقلت معايا ازاي. كده انا مش هحط خل.
ابتدي ان انا اقلب فيها كويس جدا لحد ما تدوب كده معانا وتبقى عامله زي الكريمه. لو لقيتيها تقيله قوي مفيش مشكله، سيبيها لما تبرد وبعد كده زوديها ميه ساقعه وقلبيها. وهنا قطعت الخضره، عملت السلطه، وخلاص بقى كده هنشوي. الحمد لله احنا كده تاني يوم. دي الشوايه بتاعتنا، دي الشوايه الكهرباء. لو انت عندك اي شوايه مفيش مشكله، لو عندك مثلا منقد وهتشوي على فحم هيكون احلى واحلى. الشوايه دي زي ما انتم شايفينها كده الشوايه كهرباء، بتحط لها ميه من تحت، واول ما السخان يبتدي يسخن هنبتدي نحط الفراخ. انا قررت اشوي الصدور الاول، هحطها كده فوق السخان كده بالظبط. الحته اللي في النص دي انا بحطش فيها لان ما بيبقاش وصل لها نار. لو انت بقى عايزه تاخدي بقى يعني طعم المشوي اللي بره والفحم وكده، هتبتدي ان انت تحطي حته فحمه يعني تحطي الفراخ في الحله مثلا حاجه بغطا، وتحط لها حته فحمه والكلام ده، بس انا بحبوش خالص لان الكلام ده اثبت يعني ان هو صحيا مش كويس. هنا ابتدت تستوي، هبتدي ان انا اقلبها على الوش التاني. بص انا هنا رافعه الشبكه فوق شويه عشان خاطر الفراخ تستوي كويس من جوه الاول. انا ممكن انزل الشبكه تحت وتتحرق في ثواني، بس انا مش عايزه كده. من وقت للتاني هبتدي اقلبها. هي خلاص كده تقريبا استوت. بصوا دي حته ورك مش صدر، فلسه حساها نيه شويه. خلاص كده بقت تمام التمام. هشيلها خالص عشان انا لسه كمان هسخنها لما الوراك تستوي لاني هتكون بردت. وعندي شبكة تانية هحطها، ما عنديش يبقى انا هشيل الفراخ في طبق وبعد كده احط هي الشبكة. وكمان لو الشواية المية بتاعتها قلت تزيها مية، بس خلي بالك ما يجيش الماء على السخان لانه بيتحرق، او تشيلي السخان خالص وبعد كده تزيديها مية. هننزل بقى بالوراك بتاعتنا بسم الله بالشكل ده. وبرضو زي ما قلت لكم ان انا رافعه سلك الشوايه بعيد شويه عن النار عشان خاطر تستوي كويس من جوه، لان لو نزلت الشبكه لتحت هتبتدي تدخن وهتحروق من بره بس من جوه هتكون نيه. فانا ابتدي اسويها من جوه الاول، بعد كده هبتدي ان انا انزل الشبكه لتحت عشان تتحروق بقى وتبقى تدينا الشكل التحفه اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. في النص بقى هنا النار زي ما قلت لكم ضعيفه، هبتدي احط الدبابيس، ومن وقت للتاني هبتدي اقلبها. وعايزه اقول لكم خطوه مهمه جدا ان انتوا تغيروا اماكن الحاجه، لان ساعات بتبقى النار عاليه في مكان وواطيه في مكان بالشكل ده. عايزه اقول لكم الريحه تحفه. يلا بينا بقى نتبل السلطه. حطيت لها ملح وكمون وشطه، وكمان اللهم صل على النبي هنحط لها نص ليمونه، وهننزل بميه عشان احنا عايزين نعمل ميه زي المحلات. هنا هنبتدي ان احنا نزود الملح شويه عشان نعمل حساب الميه. هي السلطه بسيطه خالص، قوطه وخيار وخضره، وبقيه الخضره حطيناها في الطبق عشان نطلع الفراخ عليها. خلاص كده الفراخ بتاعتنا كلها استوت، وحطيت كمان الصدور معاها عشان تسخن، وده الشكل النهائي بتاعها. استوت من بره ومن جوه وبقت تحفه. زي ما قلت لكم لو عايزين تاخدوا بقى ريحه الشوي بتاعه الفحم هتعملوا بقى الفحمه اللي مشهوره جدا جدا، بس انا عمري ما عملتها صراحه لان هي مش صحيه. نبتدي بقى نرص الفراخ بتاعتنا في طبق التقديم. عايزه اقول لكم احلى وانضف واوفر بكتير جدا من الفراخ اللي بنجيبها من بره، بس اهم حاجه ان هي طعم الفراخ اللي بره. بصوا بقى الجمال والحلاوه، الريحه تحفه تحفه. وده الشكل النهائي لأكلة بقى النهاردة. عملنا السلطة والطحينة ومية السلطة وكمان الشطة التحفة دي. يا رب وصفة النهاردة تعجبكم، ولو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو بقى ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وإن شاء الله نعمل وصفات كتيرة كتيرة حلوة مع بعض. أقول لكم مع السلامة واستنونا فيديوهات جديدة. سلام.